السلام عليكم متتبعين العزاز ديالي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى هذا الفيديو هذا يلقاكم في تمام الصحه والعافيه. اليوم جيت نتقاسم معكم طريقتي في تحضير الشيار اولا البوشيار اللي كان تحت الطلب ديال واحد المتتبعه. لقيت التعليق ديالها وقلت علاش لا ما نتقاسمش معكم في طريقتي في تحضير الشيار. طريقة اللي سهلة وبسيطة، وأكيد كل واحد كيعرف يقاد الشيار في دارو، وغير كل واحد كتكون عنده طريقته الخاصة كيفاش كيحضرها وكيفاش كيعجن هاد الشيار هذا. صافي هنايا غادي ندوز معكم الكمية ديال الدقيق اللي انا استعملت، واكيد كل واحد غادي يستعمل الكمية ديال الدقيق اللي زعما غادي تقدو على حسب الافراد ديال الاسرة ديالو. فانا احتاجت هنا الدقيق، احتاجت 800 غرام، وزدت عليها 200 غرام ديال الفينو، باش كملت كيلو. هنا البنات، القياس ديال كاس د العنبه غادي تضيفوا 8 الكيسان ديال الدقيق على كاس ونص ديال الفينو. اللي يعني اللي ما عندوش الميزان، وما زعما ما غاديش يعبر بالميزان وبغى نفس الكميه اللي عندي انا. اما بالنسبه للناس اللي غادي زعما غادي ينقصوا الكميه ديال الدقيق، فالفينو راه كيبقى على حسب عينهم ميزانهم، يقدروا يضيفوا كاس، يقدروا يضيفوا كاس ما عامرش. المهم كيبقى على حسب الاختيار. كاين اللي كيبغيه شويه يكون كما كنقولوا يكون شويه حرش، يقدر يدير السميده وما يديرش الفينو. صافي هنايا انا درت معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، ودرت معلقه كبيره ديال سكر سنيده، ودرت تقريبا معلقه كبيره ديال العسل. كيبقى على حسب الاختيار ديالكم، لما بغيتوش ما ديروش، ولكن كيعطينا واحد اللون زوين بزاف للشيار ديالنا. صافي هنايا عندي مدافي. راكم عارفين البرد هذا ضروري المدافي باش يساعدنا على العجين ديالنا يخمر لينا. صافي هنا البنات، في الاول انا ما طلقتش العجينه بزاف، خليتها شويه شاده في راسها باش تطلق ليا العليك. وراكم كما كتعرفوا الشيار كيبغي العليك مزيان مزيان. انا هنايا كنعلك وكنزيد في الماء، ما تضيفوش الماء من الاول. كنعلك وكان نزيد في الماء. واللي عندها العجانه راه غادي تسهل عليها المأموريه، انا ما عنديش. وصراحه انا ماشي من داك النوع اللي كيبغي غير يلوك العجينه ويحطها الا ما علكتهاش. ما كتعجبنيش كاع ديك الوصفه ناكلها ولا شي حاجه. ضروري خصني نعلكها مزيان مزيان ونعرفها بلا راه تعلكات. كما كيقولوا الناس زمان، خاصك تعلك العجينه حتى تسمعها كطرطق في يديك، ديك الساعه تعرفيها بلا راه تعلكات. ورا انا هكا كندير ليها حتى كنعرفها صافي تعلكات مزيان مزيان، عاد كنخليها ترتاح. واللي عنده العجانه خلاص راه غادي يخليها خدامه ويمشي يقضي شغالو. صافي هنايا البنات كما قلت لكم انا كنعلك وكنزيد في الماء، كنعلك وكنزيد في الماء حتى كنحس بها ولات بحال شي مسكه في يدي. وهاد العجينه ديال الشيار كتبغي تكون مطلوقه بزاف، وتكون مرخوفه في اليد، يعني تولي هكا ملي كتشدوها ما كتقطعش لكم يدكم. انا هنا راني كنعجن وكنهضر العقل ديالي ما نعرف فين كاين. المهم البنات خاصني كنعلكها مزيان مزيان، كنعطيها الدليك وكنزيد الماء. ما تخافوش، راه واخا تجيكم هكا مطلوقه، يعني راه الشيار كيبغي اصلا العجينه تكون مطلوقه وتكون شاربه الماء مزيان وتكون عاطيه الطوع، يعني فين ما جريتي العجينه كتبعك. صافي كما كتشوفوا هنا زدت ليها الماء مزيان، وياكم تضيفوا الملحه من الاول حتى لاخر مرحله. عاد ضيفوا الملحه كما درت انايا حتى الاخر كاع، عاد كنضيف الملحه انا حتى في الملوي ولا في المخامر ولا في البطبوط ولا في العجينه هكا الخبز العادي، راه ما كنضيف الملحه حتى الاخر كاع. كتجي العجينه مفشفشه، كتجي مهويه، المهم كتجي عجينه زوينه بزاف. صافي هنا من بعد ما نشفتو من الماء وهذيك الملحه صافي تجمعات ليا مع العجينه، غادي نغطيه. هنا كمرحله الاولى بهنا. في هذه المرحله البنات الا بغيتو تضيفوا الزيت من الفوق ضيفوها، ما بغيتوش ما تضيفوهاش. انا ما بغيتش نضيفها حيت راه مازال غادي نعاود نخدم العجينه، يعني ما بغيتش ديك الزيت تخليه مع العجينه. الا بغيتو نتوما دهنوها صافي. هنايا غادي نبقى نجمعها من جناب بحال الشكل ديال السفنج. صافي هنايا عاوتاني غادي نعاود المرحلة الثانية، غادي نعاود نغطيها. وهنايا غادي ندهنها غير واحد شوية بالزيت، حيت غادي نعاود نخليها تخمر المرة الثانية، ولكن تكون هي المرحلة الاخرى. وعاوتاني الا بغيتو نتوما تعاودوا تخليوها تخمر المرحله الثانيه وتعاودوا ديروا ليها نفس الطريقه
اللي درت ليها أنا، وتعاودوا تخليوها المرحلة الثالثة عاد غادي دوزوا باش غادي تخليوها زعما غادي تشكلوها. صافي هنا كيما كتشوفوا العجينة عاودت خمرات. هنا راه غير في هاد الاختمار الثاني راه صافي بدات كتخرج دوك البويقات ديالها، يعني هنا كتبان لك بلي راه ديك العجينة ديالك ناجحة 100%، وديك التمرة ديال اللي عليك صراحة ما كتمشيش هكاك. العجينة ملي كتكون معلوكة مزيان راه كتخرج ديك الوصفة مزيانة. صافي هنايا كيما كتشوفوا درت السلوفان على داك الميزان باش هكايا ما تلصقش ليا فيه العجينة، وغادي نعبر 180 غرام في كل وحدة. واللي عندها الميزان تعبر، واللي ما عندهاش الميزان يعينها ميزانها، تدير القياس اللي بغات. وراكم عارفين التصوير كيحتاج شوية ديال المراحل باش يجيوك هكا الوصفات ديالك مقادين ويجيو كلشي مقاد. نتوما في داركم راكم كديروا عينكم ميزانكم، يا بحال جات كبيره صغيره ماشي مشكل. صافي هنايا انايا كنعبر باش هكا ما تجينيش وحده غليظه وحده رقيقه. وكما كتشوفوا انا كنشكل فيهم، وهذوك البويقات كيخرجوا من الجناب. يعني العجينه ناجحه 100%. وصدقوني هاد الشيار كيجي غزال وزوين بزاف، بالخصوص راكم كتضيفوا معاه اضافات، تضيفوا معاه الزبده، السمن الا كان عندكم داك السمن يكون شويه مالح، عندكم الزبده بلديه، عندكم العسل، كيجي زوين بزاف. صافي هنايا من بعد ما شكلت هاد الكريصات ديالي خرجت ليا 9 ووحده صغيره. صافي هنايا غادي ندهنوه بالزيت باش ما ينشفش ليا من الفوق ويكون ليا ديك القشره الفوقانيه. وهنايا البنات غادي نغطيه ونخليه غير واحد شويه يطلق، ماشي بزاف. وهاد المرحله ماشي زعما ضروري انكم تخليوه يخمر، غير اللي بغيتو نتوما. المهم خديت هنايا هاد الورق ديال الفران وقطعته هكا داير باش يجوني قد كاملين. وانتوما اكيد غادي ديروا الطريقه الانسب ليكم. غير هي هاد الشير هذا حيت العجينه ديالو كتكون مرخوفه، ما غاديش يليق لكم تقرصوه هكاك عادي وتهزوه وتحطوه في المقله، غادي يخسر لكم حتى الشكل ديالو غادي يخسر. اللهم شي طبسيل اولا بحال هكا ورق ديال الفرن استعملوه باش يسهل عليكم العمليه. كما كتشوفوا انا كنقرص فيه ودوك البويقات ما شاء الله تيخرجوا من الجناب. هنا غادي نكون سخنت واحد المقله ديال الملوي، المقله الثقيله. صافي وهنا راه ساهل باش غادي تهزوه. صافي غير كديروا غير يديكم من التحت نيشان كتحطوها في المقله، ساهله. والوصفه كتجي زوينه وسريعه، زعما ماشي فيها كما كنحضروا الملوي لويه خليه يرتاح واحد شويه عاد طيبوا. لا، هذا صافي غير كتقرصيه كطيبيه، ولكن كيجي مذاق زوين بزاف. صراحه انا كنفضل الشيار على الملوي، كيعجبني الشيار بزاف. وكنت قلت منين لقيت هذاك التعليق ديال ديك المتتبعه قلت انا معمرني ما درتو وكيعجبني، كنديرو معمرني ما فكرت زعما نصورو. ايوا هاد المره كتاب نصورو ونشاركو معكم، وكنتمنى الطريقه ديالي تعجبكم وتنال الاستحسان ديالكم. كما كتشوفوا هنا هو كيطيب وكيخرج دوك البويقات من الجناب. غير واحد الملاحظه، انا ما كيعجبنيش يكون هذا الشيار غليظ. الا بغيتو نتوما زعما تخليوه غلظ من هكا خليوه. انايا كيعجبني هكا يكون رقيق، حيت ما كيعجبنيش يكون معجن. هو الا خليتيه غليظ بزاف كيجيك كما كنقولوا كيجي عامر من الداخل. انا كيعجبني هكايا هاد الشير هذا رقيق وكيجي زوين. كما قلت لكم حتى اللوين ديالو تيجي زوين بزاف بهذاك العسل، حتى هو كيعطي واحد اللوين اللي زوين. صافي هذه هي الاولى كاع، حتى الاولى كما كتعرفوا ملي كنديروا الملوي ولا كنديروا البغرير دائما الاولى مسكينه كيخرج فيها شي ديفو. ولكن ما شاء الله هاد الشيار هذا كله خرج زوين، ما ضاعت منه حتى شي وحده. يعني واخا الاولى ما هي تحرقات، ما هي يعني اللون ديالها خرج ماشي هو هذاك. كله خرج زوين. هنا غادي نعاود معكم الثانيه. العجينه حتى هي ما كتقطع ما حتى شي حاجه، مطلوقه معلوكه وانا كنقرصها وهي كتبوق معايا. والطريقه ديال الطياب ديال الشيار راها سهله وبسيطه. كطرحوها في المقله ديالكم، كتسناو حتى كتشوفوا دوك البويقات خرجوا فيها من الفوق، يعني ماشي من الجناب، من الوسط ديال هاد الشياره ديالكم، حتى كتشوفوها تبوقات مزيان عاد بحال هكا. عاد كتقلبوها باش غير كتقلبوها كطيب عاوتاني من الجهه الاخرى.
ما كتعاودوش نتوما هي مازال خضرا وانتم كتقلبوها هكا وهكا، ما غاديش تجيكم هكايا مفشفشه ومتقبه من الداخل. شوفوا هنا دوك البويقات كيخرجوا كيخرجوا زوينين، وكتعرف بلي راه الوصفه ديالك زعما ناجحه 100%. صافي هنا غادي نزيد معكم هاد القريصات اللي بقاو ليا، اللي صراحه اللون ديالهم زوين بزاف. واي وحده تفرجت في الفيديو وصلت حتى لهاد اللقطه هادي واول مره كتشوف القناه ديالي، ما تبخلش عليا بتعليق يكون محفز وتحفزني باش نزيد نصور معكم فيديوهات يكونوا جدادين ويكونوا عند حسن الظن ديالكم. وكل متتبعه كانت معايا من الاول كنشكرها بزاف بزاف، وكنشكر كل واحد دار لي تعليق زوين. وما تنساوش الا كنتو اول مره كتشوفوا القناه ديالي، اشتركوا في القناه وفعلوا زر ديال الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. وشكرا لكم بزاف بزاف على المشاهده. فهنا كانت اخر وحده غادي نطيب معكم. كنتمنى يعجبكم. وإلا عجبكم وبغيتوني انا نحضر معكم وصفات اخرين، خليهم لي في التعليق وان شاء الله نلبي لكم الطلب ديالكم. صافي هنا من بعد ما طيبتهم كاملين بالتسعود وخليت هذيك القريصه الصغيره، خليتها كطيب. واكيد كل واحد كيكون ما شاء الله كل دار كيكون فيها واحد وليد صغير، ضروري ما خصكم ديروا ليه شي وحده صغيره. انا عندي واحد وليد صغير في الدار، ضروري خاصني ندير ليه وحده صغيره وخليتها ليه وراه هو جالس حاضيها كطيب. صافي هنايا بدلت هداك الطبسيل اللي كنت كنحط فيه في الاول. صافي هنايا كما كتشوفوا صافي حطيته في الصحن ديال التقديم. وانتم تقدروا تدهنوا باش ما بغيتو. انا هنا كانت عندي الزبده ذوبتها وكيعطي واحد المذاق زوين بزاف مع الزبده. وكان هذا هو الشكل ديالو النهائي. كنتمنى من الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم وقولوا لي واش عجبتكم الوصفه ديال اليوم. وكتبوا لي الوصفات اللي غتبغيوني نشارك معكم ان شاء الله في الفيديوهات القادمه. وبسلامه عليكم، تلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه. مع السلامه.